سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. هذه هي قوية من مبابي، الله على روعة الهدف. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. السنغال بهدف مبكر غير متوقع تنقلب عليهم كل الأمور. كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ أليساندرو ديل بيرو والكرة في الشباك، جول. من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. لقطة تظهر لك إمكانياتها العالية، إنهاء رائع جدا الهجمة، لعب الكرة بكل هدوء، بثقة، بإمكانيات عالية جدا، بلمسة حريف. أليساندرو ديل بيرو، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كورة. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط، البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. يحصل عليها كازيميرو. يقطع الكرة، مرت الكرة، بينية رائعة. هل يمكن أن أليساندرو ديل بيرو، براعة من حارس مرمى كبير جدا، اختار أن يتجاوز المدافعين، توغل خطير جدا بمهارة عالية. كرة رأسية، تصدي غير عادي من الحارس. هذا الأداء الكبير، حارس يثبت أنه نجم اللقاء. ألبرت فيرير، كرة للمنطقة الأمامية، تيليمانز، باص سيء لم يكن بشكل جيد، في ضربة رأسية، تلعب الكرة جميلة، جول. والآن يحصل على ما يستحق، كرة المباراة موثقة بهاتريك جديد. البرازيل افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. يا إلهي، هاتريك جميل، هذا الهاتريك اللي يؤكد لك قيمته. دي بروين، يا كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق.
فرق شاسع في المستوى على أرضية الميدان. ما يحدث هنا خروج بصراحة عن المألوف، سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تام في مجريات اللعب، والنتيجة هي اللي تتحدث. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. يسدد الكرة، بإمكانه إبعاد الكرة. نهاية 45 دقيقة أولى، أعتقد أنه هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك أنها تسديدة من ديل بييرو. عدت الكرة ورمية تماس. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. موجود لإبعاد الكرة. يتواصل اللاعب برمية تماس. أليساندرو ديل بييرو. فيجو. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. ويعود بالكرة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تسديد الكرة بقوة، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. وستكون هنا رمية تماس. تيليمانز حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة. سيرخيو راموس. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. كرة من جهة اليمين يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، والخصم بدون ركنيات حتى الآن. الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. يلعب كرة على اليسار في المكان الخالي. كازيميرو. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعب كرة للجانب الأيمن. كرة تعود للخلف. أليساندرو ديل بييرو ينقذها ببراعة كبيرة. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. كثير من الأشياء الرائعة في مباراة اليوم.
أكثر ما لفت الانتباه اليوم أداء المهاجمين، شيء غير عادي.